السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كده اكيد عاملين ايه؟ اول حاجة كده نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة هننضف المكنة بتاعتي. هي طبعا باينة ان هي نضيفة قوي، نظافتها كانت باينة عليها بشكل لا يطاق. هي اتهلكت كتير قوي الفترة اللي عدت. فانا بقى قلت نروق عليها ونغير لها الزيت وننضفها ونجيب لها مبكوك جديد، عشان المبكوك بتاعها اصلا كان المسمار بتاعه انقطم. فنزلنا جبنا بقى زيت وكده. شايفين الزيت لونه اصلا غمق ازاي؟ هو المفروض اصلا يبقى لونه ابيض، بس هو وصل للمرحلة دي. وطبعا الحوض بتاع الزيت ما كانش نضيف. هو مش ما كانش احسن حاجة، هو ما كانش نضيف اصلا. بس هو بقى الواحد لما كان بيشتغل عليها ما كانش بيركز قوي على اللي هي عايزة تغير زيت، كان مركز اكتر على الشغل اللي كان عايز يخلصه. هنجيب المسمار ده، المسمار اللي هو بقى في حوض الزيت ده. هو انا كنت بفكه بالمفك الاحمر الاولاني، بس ما كانش نافع لانه كان صليبه وكان عايز مفك عادي. فحطيت ازازه فاضيه تحت المسمار وفكيت المسمار. شايفين الزيت بقى بتصفى ازاي؟ شايفين اصلا الحوض مش نضيف خالص، الحوض بالعربي معفن. والله ما كنت اعرف ان هي اصلا واصله للمرحله دي. المهم ندردش شويه مع بعض بقى واحنا بننضفها كده. هو انا جبت اصلا حته قماشه الاول كده قبل ما ندردش. جبت حته قماشه وبدات اشيل كل ده، لاني بصراحه خدت مني تنظيف كتير، والحوض كان وحش بطريقه، والزيوت كانت مترسخه فيه، كان عايز تنظيفه جامده. فقفلت الكاميرا عشان انا اللي كنت بصور بايدي، وما خلصت بقى نضفته كويس ومسحته كويس انا. رجعت اكمل. المهم انا حابه اقول لكم حاجه، هي مش نصيحه لحد، انا عايزه اللي ينصحني اصلا. بس بلاش ندي قيمه لحاجات في حياتنا هي ملهاش قيمه اصلا. وبلاش نزعل على حاجات راحت مننا. نفكر في اللي جاي ونفكر في مستقبلنا. مفيش حد بيقع غير لما يقف تاني ويرجع يقف اقوى من الاول ويركز على مستقبله. وبجد اللي بيركز على مستقبله ده مفيش احسن منه. ما يعني بنتأثر لما بنخسر حد غالي علينا او بنخسر اشخاص من حياتنا. بنتأثر وبنعاني شوية، بس الحياة بتمشي، الحياة ما بتقفش على حد، الحياة بتستمر. فبلاش بلاش بلاش ان احنا نتأثر زيادة عن اللزوم بأي موقف يقابلنا في حياتنا. نرجع نقف على رجلنا تاني، نركز في مستقبلنا، ان كان شغل، ان كان دراسة، ان كانت حياتنا العادية خالص. فبلاش ان احنا ندي حاجات قيمة اكتر من ما هي تستحق. وبلاش العتاب مع اشخاص مفرقش معاهم اصلا زعلك من الاول. بلاش نعاتب حد هو اصلا عارف ان الحاجة بتزعلك دي، بس ما فرقش معاه، هو عملها برضو وزعلك وفرقش معاه. يبقى الاشخاص اللي هي ما تستحقش العتاب ما تتعاتبش. شايفين بقى مستوى الزيت لازم يبقى على الشرطة التانية دي، وشايفين الزيت اصلا رايق ازاي؟ انا كنت سايباها بمنظر لا حول ولا قوة الا بالله. المهم لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. باي.